السلام عليكم. النهارده حلقه من افضل مسلسلات في رمضان 2022، ودي سلسله حلقات، يعني الحلقه اللي بعديها هتبقى افضل مسلسلات في رمضان 2021 وهكذا. ومن غير كلام كتير نخش على المركز الخامس. مسلسل المداح الجزء الثاني، واللي قصته بتدور حول صبر المداح والاحلام الغريبه اللي بتجيله، وبيلاقي ان كل اللي بيشوفه الحلم بيتحقق. المسلسل من اخراج احمد سمير فرج وتاليف امين جمال، ومن بطوله حماده هلال واحمد عبد العزيز وهبه مجدي وكمال ابو رايه وخالد سرحان. حقيقي فعلا مسلسل جميل جدا، وريتم الاحداث فيه كان كويس جدا، افضل بكتير من الجزء الثالث. من اقوى الحاجات اللي فيه الاداء بتاع حماده هلال، عامل الدور صراحه جميل جدا، من افضل المسلسلات اللي نزلت في 2022 ده من غير نقاش. ونروح للمركز الرابع. مسلسل بطلوع الروح. بتدور الأحداث حول واحدة بيخدعها جوزها وبيستدرجها من مصر لمقر الداعش في سوريا، وبتحاول الهروب، فبينتهي بيها المطاف في معسكر الهاربات من التنظيم، وبتشوف ان حلم الرجوع لمصر بقى مستحيل. مسلسل من اخراج كاملة ابو ذكري، تأليف محمد هشام، ومن بطولة منة شلبي واحمد صلاح السعدني والهام شاهين ومحمد حاتم. من اقوى الحاجات في المسلسل صراحة اللي عجبتني الاداء بتاع منة شلبي. يا جماعة، منة شلبي من افضل الممثلين في مصر في اخر 20 30 سنه، عامله الدور بطريقه جميله جدا، وده يعتبر العادي بتاع منة شلبي في اغلب ادوارها. وريتم الاحداث صراحه كان جميل جدا، وما فيهوش ملل اطلاقا، وغالبا ده بسبب ان المسلسل 15 حلقه بس. مسلسل من اجمل المسلسلات اللي نزلت في رمضان في اخر كام سنه، ويستحق انه يكون معانا في القائمه دي. ونروح للمركز الثالث. افضل مسلسل كوميدي في رمضان 2022، مسلسل مكتوب عليا، اخراج خالد الحلفاوي، وبطوله اكرم حسني وايتن عامر وعمرو عبد الجليل وهنادي مهنا ومحمود السيسي واسماعيل فرغلي. القصه بتدور حول شخص بيصحى كل يوم بيلاقي مكتوب على جسمه حاجه معينه، والحاجه دي بتحصل معاه على مدار اليوم. من الحاجات اللي عجبتني في المسلسل الاداء بتاع اكرم حسني، صراحه عامل الدور جميل جدا، ومقدم كميه ضحك في المسلسل عاليه قوي. والاداء بتاع ايتن عامر عامله الدور بطريقه لايقه قوي عليها، وعلى المستوى الكوميدي صراحه كانت ناجحه فيه جدا. والاداء بتاع اسماعيل فرغلي، يا جماعه الراجل ده ممثل قوي جدا، وقدم كميه عظمه في المسلسل ده ولا اروع. عامل الدور بطريقه جميله جدا، هتستمتع بيه وبتمثيله، ومقدم كميه ضحك عاليه قوي. واول 15 حلقه في المسلسل بالنسبه لي، المسلسل النص الاولاني اعلى بكتير من النص الثاني. النص الثاني نوعا ما كان بطيء شويه، ما فيهوش كميه ضحك مقارنه بالنص الاولاني، لكن المسلسل ككل كان جميل جدا صراحه، ويستاهل انك تتفرج عليه. فالمسلسل صراحه كان محتاج يبقى 15 حلقه، لو كان 15 حلقه كان حرفيا هيبقى افضل مسلسل في 2022 بدون نقاش. بس يظل برضه مسلسل كوميدي قوي جدا، ومن افضل المسلسلات الكوميديه اللي نزلت في الفتره الاخيره. ونروح للمركز الثاني. مسلسل راجعين يا هوا. القصه بتدور حول شخص بيتراكم عليه ديون في اوروبا، وبيرجع بلده في مصر عشان خاطر ياخد الورث بتاعه ويحل مشاكل الديون اللي عليه، ولكن بتتحول مهمته للاصلاح ما بين افراد عيلته. المسلسل من اخراج محمد سلامه وتاليف اسامه انور عكاشه، ومن بطولة خالد النبوي ونور النبوي وهنا شيحة ونور وطارق عبد العزيز وأنوشكا ووفاء عامر وجلا هشام وإسلام جمال وأحمد بدير وسلمى أبو ضيف. من الحاجات اللي عجبتني في المسلسل الأداء صراحة بتاع خالد النبوي. الراجل ده يا جماعة عنده كاريزما مش طبيعية، عامل الدور بطريقة جميلة جدا، وهتحس نوعا ما إن أنت جوه عيلتك، اللي هو فعلا الأداء والكيمياء اللي ما بينهم كلهم جميلة جدا، وتحسها واقعية ومش مبتذلة، وده طالع على الشاشة. والأداء بتاع ابن نور النبوي والأداء بتاع وفاء عامر، فحرفيا وفاء عامر ونور النبوي وخالد النبوي دول اقوى ثلاثه كاداء تمثيلي في المسلسل، عاملين الدور بطريقه جميله جدا. ورغم ان المسلسل 30 حلقه بس ممتع صراحه جدا، ومش هتحس معاه بالملل خالص. نروح للمركز الاول. اجمل مسلسل في 2022 ده من غير نقاش، وما اعتقدش ان هيبقى عليه خلاف كبير. مسلسل جزيرة غمام، من إخراج حسين المنباوي وتأليف عبد الرحيم كمال. طاقم العمل طارق لطفي وأحمد أمين وفتحي عبد الوهاب ومي عز الدين ومحمد جمعة. القصة بتحكي عن جزيرة غمام، واللي بتيجي عليها جماعة وتستقر في الجزيرة تحاول السيطرة على أهل الجزيرة على أمل إن فيها كنز. المسلسل فيه كمية رمزيات جميلة جدا صراحة ومؤثر، ومن أغلب الممثلين كان أدائهم عالي جدا، بالأخص أحمد أمين وطارق لطفي، الاتنين دول أعلى أداء تمثيلي في المسلسل. رتم الأحداث في المسلسل جميل جدا، رغم إن المسلسل 30 حلقة بس ممتع. لا منه سريع قوي ما تلحقش تفهم المسلسل أو تستمتع بيه، ولا منه بطيء يخليك تمل. المسلسل كان ماشي بريتم مظبوط و10 على 10. الكادرات والديكور اللي كان في المسلسل جميل جدا، فحقيقي فعلا المسلسل يستاهل يتقال عليه افضل مسلسل في 2022، ككتابه كاخراج كاداء كقصه كريتم احداث كديكور وكادرات. 10 على 10. وبس كده، لو عجبتك الحلقه ما تنساش المتابعه، وسلام.